السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايما مع وصفات ولمسات زهراء الكلمية. اليوم درت وصفة حبيت نشاركها مع حباباتي. تحلية البرتقال المنعشة جد رائعة بموس الفراولة، يعني بسيطة جدا، مكوناتها راهي بسيطة، طريقة تحضيرها كذلك لكنها راقية وجد رائعة. هنا عندي حبة تاع تشينا كنت ربيتهم ناحية البشور هذاك تاع البرتقال تاعي حنحتاجه في التزيين. وهنا تحصلت على عصير راهو طبيعي، يعني ما في حتى اضافات. عندي 3 كيسان تاع عصير البرتقال، كل كاس راح نحتاجو معاه مغرف سكر كبيرة ومغرف سكر ومغرف نشا عفوا، يعني 3 كيسان مع 3 كيسان من عصير البرتقال مع 3 ملاعق كبار سكر و3 ملاعق كبار تاع نشا. خلطهم مليح، نحطهم على النار حتى تعقد هذيك الكريمه تاعي. كريمه البرتقال جد رائعه مفحفحه الله الله. حنضيف لها كملون ومعطر بذوق البرتقال، حيعطيني لون جد رائع يجذب الانظار. نخلط مليح هذيك الكريمه تاعي حتى تبرد شويه ونفرخها هنايا في ليفيغين وفي كيسان تاعي ونحطها تبرد في الثلاجه. واروح نحضر معكم الموس تاع اللاموس تاع الفريز، يعني بذوق الفراولة جد رائعة. راح نزين بها تحليتي لنهار اليوم، تحلية البرتقال المنعشة من لمسات زهراء القلمية. تحلية راقية بمكونات بسيطة جدا، خاصة للسهرات الرمضانية راح تستمتعوا بها في هذا رمضان إن شاء الله. هنا لاموس تاعي تاع الفراولة هي عبارة عن نص كاس تاع غبرة الشونتيي مع نص كاس حليب يكون بارد جدا مع علبة ياغورت بذوق الفراولة. عندي منكه وملون الفراولة ونطلعهم مليح بالخلاط الكهربائي حتى نتحصل على موس متماسكة متجانسة. نحطها تبرد شوية في الثلاجة ونزين بها هذيك الكريمة تاعي، كريمة البرتقال. بعد ما بردت راح نزين بهاد لاموس، راح نزين هاد الكؤوس تاعي بلاموس تاع الفريز. شوفوا هذيك المنظر كيفاه، يعني روعة، هذاك الشكل، هذيك الالوان الزاهية الله الله. لكم وصفة في القمة بسيطة جدا لكنها تجذب الانظار، راقية ما شاء الله. حنزينها كذلك بشور البرتقال ونرجعها حباباتي، نرجع هادو الكؤوس تاع التحلية تاعي نرجعهم يبردوا ونقدمهم باردين. تحلية البرتقال بموس الفراولة من لمسات زهراء القلمية، وصفة راقية جدا بمكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة جدا. بعد ما بردت تحليتي لنهار اليوم، شوفوا كيفاه مشبحة الله الله، تهبل بألوانها الزاهية. المذاق تاعها راهو هبال حباباتي، مذاق الحمضيات جد رائع، خاصة اللي يحبوا الحوامض، يعني حامضة تهبل وتشهي ما شاء الله عليها. شهيتكم في الجنة ان شاء الله. راح تجربوها حباباتي هاد الوصفة ومش راح تندموا كامل عليها. شوفوا هذاك القوام كيفاه متجانسة، هاد التحلية جد رائعة بنينة ومنعشة جد رائعة. قلت لكم خاصة على الطاولات الرمضانية. تحليتي لنهار اليوم تستاهل انكم تجربوها حباباتي اينما كنتم. ما تنساوش الدعم على قناتي وبارطاجيو الفيديو الى اكبر عدد ممكن. سلام.